السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير جميعا. كيفكم يا الإخوان والأخوات؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي جمعة مع الحبيب، البرنامج اللي نيتنا أننا نجعلوه نفس للقلب وراحة للنفس وعودة لطريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. برنامجنا الغالي جمعة مع الحبيب أكيد للناس الغاليين بحالكم. بغيتكم غير توقفوا معايا ولو للحظة بسيطة، تنفسوا بعمق وسولوا راسكم بصراحة، واش ما عيتوش من الجري والجرى مورا الدنيا؟ واش ما كرهتوش هاد الضغط، هاد القلق، هاد الخوف من المستقبل يوقف وتعيشوا بسلام وبهدوء داخلي؟ كل واحد فينا وبالأكيد كيدوز معارك ما كيشوفها حتى شي واحد، معركة ديال الهم، معركة مع الذنوب، ومعركة مع النفس اللي كتشدنا اللور. ولكن هنا كاين السر، راه ماشي غير انت اللي كتجاهد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وقبل منك وتحارب مع الألم ومع الظلم ومع الفقد ومع الحزن، وخلى لنا طريق واضحة ومفتوحة، طريق الهداية النفسية باش نعيشوا مرتاحين من الداخل. حتى ولو تكون الدنيا عامرة بالمشاكل والهم والغم والابتلاءات، تقدر تعيش مرتاح إلا تبعتي طريق الهداية النفسية لرسولنا الكريم. اليوم غادي نخليوها إن شاء الله عادة، كل جمعة غادي نجلسوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسمعوا سيرته بنبض القلب، ونشوفوا كيفاش كان كيداوي النفوس، كيفاش كان كيعطي الأمل للناس، وكيفاش كان كيبني إنسان سليم من الداخل قبل ما يكون سليم من الخارج. خلي قلبك مفتوح، وإن شاء الله غادي تخرج من هذه الجلسة إلا وقلبك أخف ومرتاح وروحك مطمئنة أكثر وأكثر. فقط دير النية كاملة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون إن شاء الله غير كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم عاش الألم ولكن ما فقدش الأمل. باش ما تبقاش تقول انا بوحدي اللي عانيت، انا بوحدي اللي عشت هاد الظروف، انا بوحدي اللي عشت الفقد. لا، ماشي بوحدك. النبي صلى الله عليه وسلم فقد الاب وهو جنين، فقد الام وهو صغير، فقد الجد، فقد الزوجة خديجة اللي كانت اول سند، فقد الابناء، تضرب، تشتم، تطرد من بلاده، ومع ذلك ما كرهش القدر، ما حقدش على الناس، وما يأسش من الله سبحانه وتعالى. كان ديما كيقول بمعنى كلامه إلا كان الله راضي عليا فأي حاجة سهلة وما كاينش مشكل. بهذا المعنى كان كيقولها. هنا الدرس الكبير، الهداية النفسية ماشي معناها أنك تعيش بلا هم ولا غم ولا ابتلاءات، ولكن معناها أنك تعرف كيفاش تواجه الهم بقلب مؤمن وصابر ومطمئن وعندك ثقة عالية في الله سبحانه وتعالى. البداية من الداخل، بدل راسك قبل ما تبدل الدنيا. تبقاش تسنى أن الدنيا تبدل ولا الظروف اللي تبدل، فأنت اللي بدل راسك. الله تعالى قال لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدا كيداوي الداخل ديال الصحابة قبل الأعمال الظاهرة. كيفاش؟ كان كيعلمهم حسن الظن بالله، كان كيعلمهم الصبر، كان كيعلمهم الهدوء، وكان كيعلمهم التحكم في الغضب، وكان كيعلمهم الابتسامة اللي هي الصدقة. راه الهداية النفسية ماشي كثرة العلم، بل هي راحة القلب، والقلب كيرتاح ملي كتحس أن الله معك في كل لحظة. خلي الله معك، تقرب من الله وربي راه ما غاديش يخليك. دائما اذكر الله وغتلقى النعم جايك وحده مورا الاخرى. غنشوفوا ان الصلاه علاج نفسي قبل ما تكون واجب. ملي كيكون المهموم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كيهرب للصلاه وقال ارحنا بها يا بلال. ماشي بحالنا حنا الله يسمح لينا كيقولك نمشي نحيد الصلاه نحيدها عليا نرتاح منها، بل خاصنا نقولوا نرتاح بها. ماشي ارحنا منها، ارحنا بها، لانها كانت راحه، كانت ملجأ، كانت حضن روحي. جرب ديرها.
منين تغلبك الدنيا، منين تقلق، منين تشوف راسك تخنقتي، توضى وقف صلي 2 ركعات، ولكن بواحد النية، بواحد الإخلاص، بواحد التقرب تام، وبواحد النية أنك باغي ترتاح فعلا. وقول قاع داكشي اللي في خاطرك، هو اللي شايف دموعك واخا ما ينزلوش، هو اللي حاس بيك واخا ما تبوحش بكلشي. فقط دير ديك الركعتين وتكون عندك اليقين، يكون عندك اليقين التام انك غتخرج مرتاح، والاكيد غتخرج مرتاح. الرحمه سر السكينه النفسيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بحر ديال الرحمه، كيحن على اليتيم، كيوقف مع الضعيف، وكيدخل السرور على القلوب كامله، وما كيعنف حتى شي واحد، وحتى الناس اللي كياديو وكيغلطوا فيه، حتى اللي غلط كانوا كيلقاو عنده، يعني كيلقاو الباب ديالو دائما مفتوح. هنا العلاج النفسي الكبير. كن رحيم، الله يرحمك. سامح، ترتاح. خفف على الناس، الله يخفف عليك. والقلب القاسي ما عمره ما كيرتاح. كن لين، كن رطب، كن رحيم. الله كيبغي الانسان الرحيم، وهو كينزل عليك الرحمه الكامله. سامح الناس غترتاح انت، وسامح راسك اكيد غتحس بواحد الراحه وبواحد الثقه عاليه. خفف على الناس، طبطب عليهم، واسيهم، قول لهم كلمه زوينه، والله غادي يخفف عليك داكشي اللي نتايا خانقك او لا مقلقك. الدعاء اتصال مباشر بالسماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا صعب عليه شي أمر كيرفع ايديه للسماء، يا رب، بكل بساطة، بلا كلام بزاف وكتير وشي حاجة محفوظة. الدعاء راه ماشي طقس، دعاء تنفيس للقلب، راحة، سكينة، رسالة للرب الكون كتقول فيها أنا ضعيف وأنت القوي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاصك تستشعر هاد الأمور، تقولها بإحساس قوي. بغيتي النتيجة خاصك كما كنقولوا تعطي هادشي بواحد الإحساس، وأكيد غادي تكون النتيجة. وخاص يكون عندك اليقين، انت كتطلب الله وعندك يقين تام بأن الله كيسمعك، وأن الله غيجاوبك، وأن الله غادي يعطيك غير كل خير. وديما ظنك في الله يكون غير الخير. شوفوا واحد البرنامج أسبوعي نقدروا أننا نديروه كاملين، برنامج أسبوعي بسيط، خطوات مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، باش ما نكونوش غير كنهضروا وكنسمعوا صافي. نطبقوا واحد شويه، كل جمعه نقرا صفحه من السيره النبويه، نحفظ حديث واحد، ندير صدقه ولو صغيره، صلي 2 ركعات قيام الليل، ودعي للوالدين ديالك كيف كانوا في الحياه اولا في الممات، الدعوه ديالك غادي توصلهم باذن الرحمن الرحيم. ماشي انك دير هادشي بزاف، مثلا تقرا القران بزاف ولا تحفظ احاديث بزاف، المهم هو ان دير داكشي ولو قليل. اللي مهم هو انك تداوم. قلنا احب الاعمال عند الله ادومها وان قل. اهم عندنا في المداومه ماشي في الكميه. يا احبابي، وصلنا الخاتمه. كلنا اكيد عندنا جروح خفيه، اهم ساكن في القلب، دموع ما كنبينوها لتا شي واحد، ولكن راه معمر الله خلى العبد ديالو بلا نور، بلا رحمه. نورنا اليوم هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تبعناه غادي نرتاحوا من الداخل، وغادي نتعلموا كيفاش نواجهوا الدنيا بابتسامه وايمان واصرار، لان نحن محتاجين لهذا الاصرار، محتاجين للامل. مادام مازال في الحياه فضروري خاصنا نعيشوا بالامل. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدواء كامل، فيها العلاج، فيها أي حاجة ممكن تخيلها. راه رسولنا الكريم كان عودها وكنكررها، ما جاش غير يورينا غير الصلاة أو الصيام، بل جا باش يوري الإنسان المنهجية، كيفاش يعيش هذا الإنسان بمنهجية وبيكون إنسان ناجح في حياته كاملة. ونختموها بدعاء: اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم وأتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم داوي قلوبنا واشرح صدورنا وردنا إليك ردا جميلا.
اللهم اجعل الجمعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم هداية لنا ولقلوبنا وسببا للتقرب إليك يا رب يا سميع يا مجيب الدعاء. وما تنسوش، اللي مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه عمره ما غادي يتلف، عمره ما غيضل، عمره ما غادي يخيب. واللي تعلق بالله قلبه ديما عامر بالطمأنينة. الله ينور قلوبكم ويجعل هذا البرنامج سبب في الخير ليك وليا، واللي سمعوا الله يوفق لكل خير إن شاء الله يا سميع يا مجيب الدعاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. كانت معكم فاطمة زهرة خليل، أخصائية في التوجيه والإرشاد النفسي والكوتشينج.